ليش غادرت المنتخب الأردني؟ يعني هل أنت غادرت أو أن هم؟ لا، أنا اللي طلبت أغادر، وأنا كنت يعني مصر أنني أغادر مباشرة بعد كأس آسيا. غريبة أنا كنت جاي من الأردن كأس آسيا بالشنط ديالي على أساس أني نغادر، أنا سأغادر. يعني من قبل كأس آسيا كنت مقرر أني كنغادر. لا يعني قبل ما نبداو كان في شيء يمكن مزعلك منهم؟ وطبعا أنا ما كنتش مرتاح يعني 100%. وعائلتي ما حضرتش معايا الأردن، وبالتالي أنا سميتو، أنا كيف ما قلت لك في بداية هذا، أنا إنسان مرتبط مع العائلة. طيب لا، ليش ما كنت مرتاح؟ يعني هل كان العمل اللي أنت مش يعني بيئة العمل ما كنت مرتاح فيها؟ وكانت بعض الظروف صعبة، لا في التحضير للمنتخب ولا في التعامل معي أنا بالخصوص. من اللاعبين؟ لا، اللاعبين جدا محترمين. يعني من صحفيين، بعض الإدارة وكذا يعني كانت بعض المعاملات اللي هي ما فيهاش احترافية في التعامل. أنا مدرب جدي، ولما تنحضر أنا لما كنمشيو حنا كنحضروا نلعبوا واحد البطولة اللي هي كبيرة، فبالأول والأخير من لا يتحمل المسؤولية لما تكون الهزيمة؟ المدرب. وبالتالي أنا كنت طالب يعني بواحد الجدية في التعامل مع التحضير، فأخذ بعض القرارات ما كانش واحد الجدية، وبالتالي أنا قررت أنني يعني نغادر قبل بداية يعني هذه البطولة الآسيوية. طبعا يمكن صرحت عليها بعد المباراة النهائية، لكن الإخوة اللي قريبين مني في الإدارة عارفين أنني سأغادر. يعني قرار كان مسبق عارفين. طبعا بعد المباراة النهائية اتصالات من هنا وهناك على أساس أنني مستمر، بس كانت مسألة وقت فقط. وأنا ذاك الوقت يعني نزولا عند رغبة يعني هذا الإخوة في الأردن، يعني خاصة يعني من الجهات العليا، يعني استحيت بعض الشيء وقلت خليني نكمل، على الأقل نكمل المرحلة ديال الأولى ديال تصفيات كأس العالم اللي كانت متبقي فيها تقريبا 4 مباريات مهمة جدا. كملتها ونهينا يعني المرحلة الأولى متصدرين أمام السعودية، وهذا جدا مهم تاعو.